سوا بصوت عالي ونشوف احنا ممكن نعمل لهم غدا ايه النهارده. معايا هنا بصلايه قشرتها ونضفتها كده ورحت جايه حطها في الكبه، وقرنين فلفل برضو نضفتهم وحطيتهم مع البصلايه كده فرمتهم. وجبت معايا نص كيلو لحمه مفرومه، ورحت جايه حاطه عليه البصل والفلفل، وكمان بيضه ومعلقتين بقسماط مفروم. تمام. هروح جايه مقلبه كل الكلام ده، بس هحط عليه التوابل الاول. هحط شويه كمون وبصل بودر وتوم بودر، وكمان 7 بهارات وفلفل اسود. هقلب كل الكلام ده كله مع بعضه لحد ما كله يتداخل في بعضه، وهروح جايه سايباهم شويه علشان ايه اللحمه تتسمك مع التوابل مع البصل ويبقى طعمهم حلو. يعني هسيبهم حوالي ربع ساعه كده ولا نص ساعه، نسيبهم على قد ما نقدر. لو في وقت قدامكم نسيبهم على قد ما نقدر. تمام. بعد ما سبت خليط اللحمه خلاص ارتاح معايا، هبدا اشكل فيه. هجيب هنا طبق اشكلها كده على شكل برجر. يعني بصوا قطعه اللحمه معايا كبيره، احنا عايزين بقى ان لو العدد عندنا كبير ممكن نعملها كور صغيره عشان نعرف نوزع بيها. تمام. احنا يعني باقل التكاليف عايزين نعمل اكلات اقتصاديه ويعني مش مكلفه. النص كيلو لحمه ده يعني يكفي ليومين 2 لو احنا هنعمله قطع صغيره. لو احنا عددنا مش كبير ولا حاجه، احنا واحده بس تكفي، لان الواحده قد البرجرايه. تمام. هشكل بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، وهخلص كل الكميه. وبعد ما اشكلها هسيبها ترتاح برده شويه عبال ما ايه اقطع الخضار اللي انا هعمله. وبفكركم بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والمتابعه للصفحه، علشان ان شاء الله اقدم لكم وصفات تانية كتير. انتوا اللي انتوا بتطلبوه مني انا بنفذه. قلتوا لي اطلعي بصوتك، قلت لكم عينيا وطلعت بصوتي. تمام. هنا معايا حوالي 4 بطاطسات كبار. هروح جايه مقشراهم بالشكل ده. فيديو يكتب لي في التعليقات بيشاهد الفيديو من اني بلد، بيساعدني جدا ان انا اعرف انتوا بتشاهدوني من اني بلد. وهقطع الشرايح البطاطس بالشكل ده. انا مش عايزاها تكون سميكه قوي علشان يعني ايه تستوي بسرعه. اكله لذيذه جدا وتحفه، هتشموا ريحتها من على بعد. بدات حطيت ميه كده على البطاطس علشان ايه اغسلها وانقعها عبال ما اخلص بقيه تقطيع الخضار. معايا هنا ايه بصلايه كبيره، هروح جايه مقطعاها شرايح بالشكل ده، وهفصصها برضو من بعضها، مش هسيبها كده سليمه. تمام. ومعايا كام طماطميه كده منضفاهم، وهروح جايه مقطعاهم برضو شرايح. بتاعي ناقص كمان ايه كان عندي كوستين، قلت والله ما انا مزعلاكم، تعالوا انا احطكم في صينيه البطاطس اللي انا هعملها. كان طعمهم تحفه بصراحه. مفيش حاجه عندنا بتترمي، ومفيش حاجه ملهاش لازمه، كل حاجه لها لازمه، كل حاجه لها فايده. يعني انا بناتي مش بيحبوا ياكلوا خضار خالص، بس بفتكس لهم الخضار في اي حاجه كده، بروح جايه حاطه لهم من غير ما ياخدوا بالهم. بنتي امبارح بتقول لي ايه ده انت حاطه كوسه يا ماما؟ قلت لها لا لا ما تاخديش في بالك، ده كلها اكنها بطاطس. فيعني حاجه بتبقى ايه مش هياخدوا بالهم، بس اكلوا خضار. تمام. هحط كل الخضار معايا دوت في قلب صينيه، وهروح جايه حاطه عليه كمان حوالي 5 فصوص توم كده، وهروح جايه مقلباه بنفس التقليبه دي. تمام. هنجيب بقى نجهز للصوص اللي احنا هنعمله. معايا هنا معلقتين صلصه. لو احنا عندنا عصير طماطم يعني فرمين طماطم في الخلاط مفيش مشكله. هحط عليهم التوابل ملح وثوم بودر وبصل بودر، شويه كمون فلفل اسود 7 بهارات وبابريكا. وهزودهم بميه، لو عندنا شوربه نزود بشوربه، ما عندناش شوربه خلاص نزود بميه مفيش مشكله. تمام. عايزين تزودوا مرق الدجاج زودوا مرق الدجاج، بس انا ما بحبش استخدمها كتير لانها بيبقى فيها مواد حافظه، فيعني ايه عشان عندي اطفال كده وما بحبش استخدمها يعني كتير. تمام. هزود بقى كل الخليط اللي انا جهزته دوت على الصينيه، بس هحط الاول معلقتين زيت كده ومعلقه سمنه، مكترش في الدهون قوي. نازله بايه ببقيه الخليط بتاعي اهو. تمام. هروح جايه ارصع عليه اللحمه المفرومه اللي انا مشكلاها. هو بسم الله ما شاء الله، شوفوا الواحده قد ايه، بعد ما تستوي هتشوفوها دلوقتي هتلاقوها كشت. تمام كده شوفوا ما شاء الله، مفيش اجمل من كده. وهروح جايه بقى محطها على ايه على مش في الفرن ولا حاجه، على عين البوتاجاز.
تمام. عشان الناس اللي ما عندهمش فرن، انا يعني انا عندي فرن وبحب استخدم الفرن، بس عشان في ناس ما عندهمش غير البوتاجاز اللي هو ايه عينتين اتنين بس، فما عندهمش فرن، فلازم برضو نتصرف ونعمل حاجتنا باسهل الطرق. هنا غطيتها وسبتها مع نفسها بقى استوت، وهديت عليها النار، يعني خليت النار ايه يعني وسط، إيه اقل من الوسط، حاجه بسيطه. عايزه اقول لكم استوت، ما خدتش وقت معايا خالص، وريحتها قلبت الدنيا. هنا بقى بقلب اللحمه المفرومه، بوريها لكم اهيت مستويه جدا، والبطاطس وريتها لكم برده في الاول مستويه جدا خالص. وهدخلها الفرن بقى تاخد وش كده. احنا بقى اللي ما عندهمش فرن مش لازم يعني ايه تاخد وش، هي كده كده بتبقى طعمها حلو ومستويه وشكلها كمان تحفه. ودي النتيجه معايا. ممكن نعمل بقى جنبها رز بشعريه، رز ابيض، وتقضي الغرض وكده. يعني هتكفي 5 افراد ما شاء الله، او 6 افراد، وبنص كيلو لحمه مفرومه بس.